السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جينا مع بعض الملوخيه اللي احنا كنا مفرزينها في الفريزر من فتره. هتلاقي الفيديو على القناه. عايزه اقولك بقى النهارده جايين نعملها. هطلعها من الفريزر قدامكم بعد ما عدى عليها مثلا فتره طويله، وهوريها لك ازاي بتبقى بنفس الخضار وبنفس الجمال كانك لسه جايباها حالا من السوق. اول حاجه كده هنقول بسم الله، وهنجيب معانا طماطمايه هنقشرها ونبشرها او نقطعها حتت صغيره، وهنجيب حله فيها ميه. لو انت ما عندكيش شوربه هتعملي الطريقه دي، ما عندك شوربه خلاص بتطلعي الشوربه وبتحطيها على النار. بس انا عشان ما كانش عندي شوربه فانا طلعت عملت كوبايتين او 3 من الميه، وحطيت معاهم الطماطمايه المبشوره، وحطيت معاهم مكعبين من المرق. هنا بقى هنيجي للملوخيه اللي انتي مفرزاها في الفريزر. طبعا انتي بتطلعيها من الفريزر على الكب على طول، ما بتسيبيهاش خالص يا جماعه، بتطلعيها من الفريزر على الكب على طول. بتبقى زي ما انت شايفه كده، بتبقى متلجه. طبعا بتكسريها وبتحطيها في الكب على طول، وبتبدأي تفرميها. طبعا هي هنا هتتفرم، هتبقى زي فتافيت التلج كده. وده اللي احنا عايزينه يا جماعة عشان تطلع معاكي الملوخية مظبوطة. اهو زي ما انت شايفة كده بتفرميها في الكبة. وطبعا انا كنت بكمل بس بقية الكيس، لان الكبة ما خدتش الكيس كله، فحطيت نصه وبعدين فرمته، وبعدين كملت نص الكيس التاني. بصي بقى شكلها عامل ازاي، طالعه بصي عامله زي فتافيت التلج، رفيعه جدا وخضرة خالص زي ما انت شايفه كده اهو. طبعا الميه بتكوني انت حطاها او الشوربه بتكوني حطاها على النار لحد ما تسخن خالص، بتنزلي عليها بقى بالملوخيه على طول كده اهو. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انت شايفه كده بننزل على الشوربه او الشوربه اللي انت عملتيها، او لو انت متواجده عندك شوربه اصلا في الاساس بتعمليها كده. طبعا بتبداي بقى تسيبيها كده تاخد لها كام غلوه على النار لحد ما تبدا بقى تغلي وتتقل بقى معاكي كده. هي كل ما هتغلي هتتقل معاكي، بس طبعا انت ما تسيبيهاش على النار فتره طويله عشان ما تسقطش منك في الحله. انت بس مجرد كده ما تديكي غلوتين 3 كده زي ما انت شايفه هتطفي عليها على طول. اهو ساعه ما تلف معاكي كده وتبدا تعمل عرق كده معاكي وخلاص كده بتطفي عليها. طبعا بنعمل بقى هنا آم، ال- طبعا بنعمل الطشه بقى بتاعه الملوخيه. طبعا بتجيبي معلقه كبيره من السمنه او الزيت لو متوفر عندك، وبتجيبي معلقه من الثوم، وبتنزلي عليهم بنص معلقه من الكزبره الناشفه، وبتاخديهم تشويحه كده على النار لحد ما لونهم يبدا يصفر كده خفيف، وبتنزلي عليهم بعد كده بالملوخيه. وطبعا بتاكلي احلى ملوخيه. والله جربي طريقة التخزين بتاعة الملوخية دي وطريقة عمايلها كمان، هتعجبك جدا جدا جدا. بصي الملوخية شكلها عامل ازاي، تحفة، وطعمها كان يجنن والله العظيم، طعمها جميل جدا. وبتقدم بقى جنبيها كده ممكن بقى بتنجان مقلي، فلفل مقلي. انا طبعا ما كانش عندي بتنجان فحطيت فلفل مقلي كده، وطماطم مخلله. عايزه اقولك بقى وكلي احلى ملوخيه كده في الصيف مع الفلفل المقلي كده والبتنجان والطماطم. بصي حاجه كده جميله جدا جدا. أكلة الصيف بقى الجميلة المفضلة. طبعا ناس كتير جدا بتعشق الملوخية الخضراء، فعشان تبقي تاكلي منها طول الصيف اعمليها بالطريقة دي ان شاء